هنتكلم دلوقتي عن لاعب في النادي الاهلي حصل عليه كلام كتير جدا الفتره دي. تمام، بالذات بعد ما كسب دوري ابطال افريقيا، وان هو ادلى بتصريح يعني بالغ فيه للجمهور، وفيها معنى كده غير مباشر ان هو ايه، انا يا جدعان ايه حبايب وبتاع وانا ماشي. اه، هو فعلا عبد المنعم عنده عروض، عبد المنعم عنده عروض، وعنده عروض من انديه كتير جدا وشركات تسويق كتير جدا بيتكلم عبد المنعم ان هو يمشي من النادي الاهلي يحترف في الخارج. بس حلاوه عبد المنعم ان هو عايز يحترف في اوروبا مش في الخليج، ودي بالنسبه لي نقطه كويسه جدا ان هو يحترف في اوروبا. ايه العروض اللي جايه له؟ عندك عروض من فرنسا وايطاليا وانجلترا. حلو. العروض الجديه بشكل كبير وان هي خلاص هتبات الفتره اللي جايه بها رسمي، هو نادي موناكو في فرنسا. ده اكتر نادي، هو ونادي نانت، هما دول اكتر ناديين في فرنسا عايزين يجيبوا لاعب وداخلين في الموضوع بجديه.